عمل ايه ما هنا احسن. هو خالد بيقول لك عشان الكهرباء. لا اوسع شويه اوسع شويه. إذا مشاهدينا نشاهد هذه الصور الحية وهذه التغطية الحصرية لإكسترا نيوز لمنطقة البحيرات المرة، وكما نرى في الصورة يعني سفن عدة تنتظر عودة حركة الملاحة مرة أخرى إلى قناة السويس. وكما قال لنا الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أن هذه الحركة حركة الملاحة ستعود إلى طبيعتها في حوالي 8 مساء، ويبدأ انتهاء هذا التكدس لكل سفن العالم انتظارا لعبور قناة السويس والوصول إلى وجهتها النهائية. إذن هذه لقطات حصرية لإكسترا نيوز لمنطقة البحيرات المرة في مدينة الإسماعيلية. طبعا هذه المنطقة منطقة البحيرات ستتوجه إليها سفينة الحاويات البنمية أيضا ايفر جيفن بسرعة 1.5 عقدة، ستصل إلى هناك بتوجيه من قطارات هيئة قناة السويس بعد نجاح عملية تعويمها من قبل كافة العاملين بهيئة قناة السويس، لتصل إلى هذه المنطقة التي نشاهدها الآن في هذه التغطية الحصرية لإكسترا نيوز لموقع البحيرات المرة في الإسماعيلية، حيث تتواجد السفن التي تريد عبور قناة السويس وصولا إلى وجهتها الأخيرة. انضم إلينا هاتفيا المهندس عمرو الشافعي الخبير الملاحي. أهلا بك يا باشمهندس. اهلا وسهلا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني واحنا بنكلمك بنشاهد هذه الصور واللقطات الحيه الحصريه لاكسترا نيوز لمنطقه البحيرات المره، اللي من المفترض طبعا ان تصل اليها هذه السفينه ايفر جيفن ل يعني الوقوف على السفينه وصيانتها. ونرى ايضا هذه السفن التي تريد عبور القناه اللي هتعبر فيها يعني زي ما قال لنا الفريق اسامه ربيع في حوالي 8 مساء. عملية تعويم السفينة الجانحة شهدها العالم كله يا باشمهندس، والحقيقة ان هي تمت بنجاح شديد بأسلوب علمي بحت. كيف رأيتها؟ طبعا في البدايه كل الشكر والتقدير لابطالنا، ابطال هيئه قناه السويس، للقياده الواعيه. كل الشكر والتقدير لمعالي الفريق اسامه ربيع
احنا اللي شفناه خلال ال 48 ساعه الاخيره ده ملحمه تدرس بالعلم. فعلا الرجاله قدروا ان هم يقوموا بعمليه انقاذ متفرده يمكن ما بتحصلش في دول كتير. زي ما بقول في البدايه رب ضارة نافعه. فعلا العالم كله، الشعب المصري عرف اهميه قناه السويس بالنسبه للعالم. قناه بتنقل 12% من تجاره العالم، 19,000 سفينه بتعدي بمنتهى الامان والاريحيه. الشعب المصري خلال ال 48 ساعه اللي فاتوا بيتفرج وشاهد على مدار الساعه عمليه التعويم اللي تمت بمنتهى الحرفيه والدقه. فعلا الانسان المصري بالعلم بيقدر يقوم بمعجزات. اللي حصل في التوقيت ده كان اكثر الدول تفاؤلا ان كان ممكن يقعد 3 اسابيع. ايوه احنا قدرنا بسواعدنا وفكر هيئه قناه السويس والقياده الواعيه اللي فيها ان احنا فعلا نقدر ان احنا نعوم سفينه بالحجم ده، وهي بتصنف من اكبر سفن الحاويات في العالم. أيوة. يعني عمليه جنوحها بتمثل ازمه فعلا في اي مجرى ملاحي. ان احنا نقدر نعومها في هذه الفتره القياسيه، وفي نفس الوقت يتم استئناف الفوري. دي نقطه مهمه جدا يا فندم، يمكن ما حدش واخد باله منها، ان عمليه الاستئناف الفوري زي ما معالي الفريق اسامه قال ان شاء الله النهارده الساعه 8 هيتم اعاده القوافل الى وضعها الطبيعي. دي معجزه بنشكر توفيق ربنا لينا فعلا، لان فعلا احنا تعبنا وشقينا في هذا الموضوع. وكل الشكر والتقدير القياده السياسيه فعلا اللي اتعاملت مع الموضوع بمنتهى الحكمه، ما كانش فيه عصبيه في الاداء، بالعكس كانت الامور بتدار. وشفنا احنا الفريق اسامه في المؤتمر الصحفي امبارح، كان الراجل كان هادي جدا، بيتكلم بمنتهى الشفافيه مع كل وسائل الاعلام. ودي كانت حاجه فعلا صوره مشرفه لمصر قدام العالم كله، ان احنا فعلا مش مهزوزين، بالعكس احنا مقدرين الموقف وعاملين حساباتنا مظبوط، وقدرنا الحمد لله ان احنا نعاوم سفينه بالحجم ده. ان شاء الله في حوالي، اكيد السيد الفريق قال حوالي ما يقرب من 400 سفينه منتظره. ان شاء الله في خلال الثلاث اربع ايام الجايين هتعود القفل بالكامل لوضعها الطبيعي الى ما قبل عمليه جنوح السفينه. والنقطه الثانيه يا فندم، اكيد شفنا حضرتك مدى تاثر الاقتصاد العالمي لمجرد وقوف القناه عده ايام. ايوه يا جماعه احنا عندنا كنز اسمه قناه السويس، عندنا رجاله من ذهب. فعلا قناه السويس اثبتت لكل مشكك اللي كان بيقول ان القناه دي قناه بتفقد اهميتها مع الوقت، بالعكس احنا شفنا كبرى دول العالم عارضه المساعده. ما انت قلت عايزه في الاول يا الموضوع باشمهندس رب ضارة النافعة، العالم كله عارف انه لا بالظبط يمكن يا فندم، باي حال من بالظبط. الاحوال انا كل اللي عايز الاستغناء اوصله عن هذا لحضرتك في النقطه الشريان دي الملاحي الحيوي. بالظبط يا فندم، حضرتك ما تتخيلش مدى المصانع وتاخر وصول الامدادات ليها في اوروبا، المواد الخام وفيما يخص الادويه والاغذيه وحاجات كتير جدا. حضرتك النهارده شفنا تاني يوم ارتفاع سعر النفط، فده من كام يوم، احنا ما قلناش اسبوع او 10 ايام او شهر. فلك ان تتخيل مدى ما تتمتع به قناه السويس من اهميه في الاقتصاد العالمي. الممر الملاحي الاول الامن على مستوى العالم كله، والقادر على استيعاب كبرى طرازات السفن وكبرى انواعها. والحمد لله الحمد لله الحمد لله ان احنا قدرنا فعلا نعرف قيمه الكنز اللي في ايدينا. مش بس احنا عارفينه كويس، لكن العالم كله ايضا عارف انه يعني هذا شريان حيوي لا يمكن الاستغناء عنه. يعني ما فيش يمكن قناة تلفزيونية عالمية يا باشمهندس كنا بنتابعها الا وهي نقلة هوا من موقع الحدث، لانه كان هذا الموضوع بيهم كل الدول، مهم جدا للاقتصاد العالمي. يعني البعض قال انه تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي ايضا عندما حدثت هذه الحادثة يمكن أثرت بشكل مشابه على الاقتصاد العالمي. طبعا يا فندم، وانا بحب دايما لما اعرض شيء اعرضه بالارقام. يمكن اللي خلاني اقول نعرف قيمه الكنز، احنا يمكن لاحظنا بعض القنوات المعاديه كانت بتستهدف قناه السويس على مدار الثلاث او الاربع سنين اللي فاتوا، تحاول تقلل من اهميتها، تحاول تظهر اي طريق بديل او اي مشروع بديل ان هو هيوقف قناه السويس بالكامل. الكلام ده طبعا مش حقيقي. انا اعلم تماما
قناه السويس بتملك مجموعه كبيره جدا من الخبرات الواعيه اللي دارسه كل ما هو منافس لقناه السويس، وكل قيادات قناه السويس المتعاقبه بترفع من مستواها ومستوى كفاءتها. وشفنا زي ما حضرتك قلت فيما يخص الاقتصاد العالمي، الاقتصاد العالمي يا فندم لا يستطيع، وانا بؤكد لا يستطيع ان يستغني عن قناه السويس. قناه السويس بتصنف الممر الملاحي الاول في العالم. حضرتك لا تتخيل يعني ايه 19,000 سفينه بتعدي، حجم التجاره بالتريليونات، مش هقول لك بالمليارات، بالتريليونات من الدولارات بتعدي من قناه السويس بمنتهى الامان. ولكن لازم نبقى عارفين ان هذا الحادث حادث عرضي تماما، من الممكن ان يحدث على مدار اي سنه فاتت. حضرتك احنا مش عايزين نتخض من شكل الحادث، هو يمكن كان صعب شويه في حدوثه باسلوب الجنوح بتاع السفينه، لكن حضرتك انت متخيل بيعدي عندك 19 الف سفينه بمختلف الانواع والطرازات. هذا الحجم من السفن لما يحصل له حادث وتقدر هيئه قناه السويس تستعيد الملاحه في بضعه ايام، دي معجزه بكل المقاييس. واعتقد ان ما سيتم تدريسه في هذا المجال، لان فعلا ما حدث وانت تعلم ومتابع لكل وسائل الاعلام هذه المده قياسيه. طبعا. انت شوف حضرتك اكيد وانت كنت ناقل لايف من المكان شكل وفرحه الناس. دي حاجه حضرتك لازم ترصدها، فرحه الناس اللي بتشتغل بقالها ايام ما نامتش وهي واقفه وبتشتغل في هذا المرفق وعارفه انها بتؤدي دور وطني لصالح البلد. فرحه الناس ان هي فعلا عملت شيء اعجازي لصالح الدوله المصريه، واثبتت للعالم كله واعتى الدول التكنولوجيه ان احنا قادرين بالعلم ان احنا نقدر نتخطى هذه المحنه. ده شيء قادرين بالعلم، دي 100 نقطة في مليون غاية مصري. الأهمية يا باشمهندس. يعني لما ننجح في تعويم السفينة طبعا. من غير ما نأثر على المجرى الملاحي للقناة، من غير ما يتضرر بدن السفينة نفسه، أعتقد إنه هذه النقاط العلمية هي مهمة جدا. يعني مش بس عملية تعويم السفينة، ولكن من غير أي أضرار يعني على الإطلاق. فندم العمليه ما تمتش بالفهلوه، انا مش بالظبط. عايز ادخل في امور فنيه يمكن تبقى صعبه شويه على المستمع على المشاهد، ولكن حضرتك انت كل خطوه محسوبه، كل قاطره كانت بتشد من اتجاه، قوه الشد، سرعه الريح، المد والجزر، امتى نشد وامتى نقلل القوه، كل ده يا فندم تم. وحضرتك لو خدت بالك وبالدقيقة يعني هنعمل كذا الساعة 4:30 الصبح، وهنعمل كذا يعني مفيش حاجة مش محسوبة. لا وفي نقطة تانية يا فندم، حضرتك لو خدت بالك حجم القاطرات اللي كانت بتشتغل في عملية إعادة التعويم حوالي من 12 أو 13 قاطرة. حضرتك المفروض إن القاطرات دي بتشتغل زي الفرقة الموسيقية هارموني، لازم كل قاطرة عارفة دورها إيه. طبعا. فتخيل حضرتك لما يكون فريق العمل المحترم من هيئة قناة السويس وإدارة التحركات والكراكات والترسانة، كل دول اشتغلوا في بوتقه واحده وقدروا ان هم يعرفوا كل واحد كان بيعمل ايه ودوره محسوب ازاي، وان السفينه تنزل بمنتهى الاريحيه عن المنطقه اللي كانت جانحه فيها بدون اصابه وبدون وقوع حاويه واحده. حضرتك السفينه دي بتشيل 24,000 حاويه. أيوة. لك ان تتخيل الرقم، لك ان تتخيل الرقم، ان هي يتم تعويمها بدون سقوط حاويه واحده من على سطح السفينه، والسفينه جسمها يبقى سليم، ويتم سحبها عشان يتم الكشف عليها بقى الكشف الدقيق ولكن المنظر العام للسفينه حاجه مبهره، انها تبقى جنح الجنوح الصعب ده، وان هي تقدر قناه السويس تقدر ترجعها للمجرى الملاحي وتواصل رحلتها بمنتهى السلامه، وزي ما بيقولوا ما فيهاش مشكله كبيره او حاجه. دي حاجه نفخر بيها، لان اسلوب التعامل مع هذه السفن كان ممكن يؤدي الى فتحها او حدوث بها اي عضب فيها. دي طبعا هتبقى في وشها هتبقى وحشه جدا، ولكن فعلا الموضوع ده لازم ندرسه ونطلع منه دروس كتير جدا. وفعلا كل الشعب المصري لازم يفخر انه عنده قطاع وهيئه اسمها قناه السويس، الرجاله المحترمه
الشباب الواعد اللي انا شفته وشفت فيديوهات وهو موجود على القطارات ودموع الفرح اللي كانت في عينيهم وهم أيوة. فعلا بيشوفوا تعب الايام اللي فاتت وهو بيتحقق فعلا. يعني ده شيء ان الامور كلها تمت بسواعد مصريه، وحط تحتها خطين بسواعد مصريه، وباكد تاني بسواعد مصريه وفكر مصري. ده منتهى النجاح. صحيح. وده مش معناه الحقيقه انه مش بس يعني إحنا المصريين هم اللي بيعتمدوا على سواعدهم المصريه، ولكن العالم كله يعني بعد هذه العمليه اعتمد على السواعد المصريه. انا بشكرك شكرا جزيلا مهندس عمرو الشافعي الخبير الملاحي. إذا مشاهدينا في لقطات حصرية لإكسترا نيوز شاهدنا طبعا فرحة عمال الكراكات والقاطرات بنجاح عملية تعويم السفينة الجانحة ايفر جيفن واتجاهها نحو منطقة البحيرات المرة في الإسماعيلية في لقطات أيضا حصرية لإكسترا نيوز. وبالطبع يعني بعد هذه العملية الناجحة من قبل أبطالنا أبطال هيئة قناة السويس هتتوالى بالطبع ردود الأفعال العالمية اللي كلها كانت مستنية نجاح هذه العملية، عملية تعويم السفينة لكي تعود حركة التجارة العالمية إلى مسارها مرة أخرى. وهذا التعليق من
عن السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة، قال على تويتر: خبرة وكفاءة المصريين تنجح في إعادة المياه إلى مجاريها في قناة السويس. خالص التهاني للشقيقة مصر قيادة وحكومة وشعبا بهذا الإنجاز القياسي والتغلب على كل تعقيداته. هاشتاج مصر تنجح في تعويم السفينة. هاتفيا ينضم إلينا الدكتور محي الدين السايح، عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز، وبنشاهد مع حضرتك هذه اللقطات للبحيرات المرة اللي هتتجه إليها السفينة ايفر جيفن بعد نجاح عملية تعويمها. أولا، كيف رأيت هذه العملية التي تمت ببسالة بنجاح ببطولة وبشكل علمي خلال 6 أيام فقط؟ اهلا بحضرتك يا فندم، واهلا بالساده المشاهدين، وتهانينا للدوله المصريه يعني قياده وشعبا، وتهانينا لجميع العاملين بهيئه قناه السويس بقياده معالي الفريق اسامه ربيع على يعني النجاح والانجاز الرائع والخاص بتعويم السفينه ايفر جيفن التي كانت جانحه بالممر الملاحي لقناة السويس منذ 6 أيام. في الحقيقة هو إنجاز رائع وإنجاز كبير بعد توفيق الله سبحانه وتعالى بكل المقاييس. وإحنا يعني أنا على المستوى الشخصي وكلنا يعني كل يعني مواطن من الشعب المصري كان ليس لديه أدنى شك بقدرة القيادة المصرية والكوادر المصرية والخبرات المصرية للقيام بمثل هذه العملية. عملية صعبة، عملية دقيقة، عملية كانت تحتاج إلى حرفية وخبرة شديدة أثبت فيها رجال هيئة قناة السويس من ربابنة ومرشدين وقيادة وعمال وفنيين. كل فريق العمل وغرفة عمليات هيئة قناة السويس أثبتوا للعالم أجمع أنهم جديرين على الحفاظ على كل مقدرات الدولة المصرية، وأنهم قادرين على خدمة كل من يطرق باب مصر. لما لا أهمية قناة السويس من أهمية عظمى وكبيرة لخدمة التجارة الدولية وخدمة النقل البحري. ازاي حضرتك يا دكتور رأيت يعني هذا التفكير العلمي؟ يعني هنعتمد على المد وهيكون الساعة كام وهنتحرك ازاي والقطارات هتدخل ازاي من غير ما يتأثر بدن السفينة ومن غير ما يتأثر المجرى الملاحي للقناة وأيضا من غير أي خسائر بيئية؟ يعني سيناريو محكم، وحتى السيناريو المحكم ده كان فيه أيضا سيناريوهين غيره، يعني كنا مستعدين ب3 سيناريوهات ونفذ الحمد لله السيناريو الأول، ولكن يعني مفيش نقطة لم تؤخذ في الاعتبار. يعني هو عملية إدارة الأزمة وده علم بيدرس، يعني إدارة الأزمات النهاردة علم من العلوم الحديثة الذي يدرس. نطبق بقى علم إدارة الأزمات على هذه الحالة فنلاقي إيه يا دكتور؟ هي حالة تدرس هنلاقي فيها أنه تم حساب جميع الاحتمالات وجميع السيناريوهات من أول موقف ومن أول لحظة تم التعامل فيها مع الموقف، سواء كان من الجانب الفني أو الجانب الاقتصادي أو الجانب القانوني أو حتى الجانب السياسي بشكل مصر أمام العالم. يعني لم يترك ثغرة كبيرة أو صغيرة في هذه العملية إلا وتم عمل حسابها بمنتهى الدقة. لو جينا للجانب الفني وهو يعني جانب التخصص، أيوه. يعني معروف سيناريو تعويم أي سفينة جانحة في أي مكان، سواء كان في ملف سواء كان في ممر ملاحي بقناة ضيقة أو بميناء من الموانئ. معروف الخطوات التي لابد أن تتم والحسابات العلمية التي يجب أن تتبع، ولكن ما زاد الأمر صعوبة وما دل على دقة واحترافية فريق العمل بهيئة قناة السويس هو حجم السفينة التي جنحت بالقناة. سفينة طولها 400 متر، عرضها 59 متر، بغاطس 16 متر، غاطس القناة أكبر غاطس في القناة 24 متر، ومحملة بحمولة من الحاويات
تصل إلى 224 ألف طن، ربع مليون طن. أخذت وضع عرضي بقناة السويس بطول السفينة، يعني ليس هناك أي مجال أو أي فرصة لدوران السفينة 180 درجة وما يحدث في كثير من الحالات الأخرى. كيف يمكن أن تتعامل مع هذه السفينة هذا الجبل الراسخ بعرض القناة بحيث أن حضرتك تعيده مرة أخرى لحالته الطبيعية دون أن تحدث أدنى خسارة أو أدنى مشكلة في بدن السفينة أو في ضفاف القناة. هنا كانت المشكلة، وبالتالي تم عمل حسابات دقيقة للسفينة، بحسابات الخاصة بحسابات الاتزان، حتى لا يحدث أي نوع من الميل الطولي أو العرضي للسفينة أثناء عمليات التعويم والسحب، من استخدام مياه الاتزان أو استخدام خزانات السفينة المستخدمة في هذا الغرض. تم عمل حسابات المد والجزر لمعرفة منسوب المياه العالية والمياه المنخفضة بمنتهى الدقة على مدار اليوم وعلى مدار 24 ساعة، متى تماما سوف يتم الاستفادة القصوى من أقصى مد. عمليات شد وسحب السفينة من منطقة الجنوح، وتم تجهيز وتسخير ما يزيد عن 14 قاطرة توضع في نقاط محسوبة بدقة حتى لا تسبب أي خسارة أو أي تلفيات ببدن السفينة في مناطق القوة الخاصة ببدن السفينة الجانحة. الصبر والمثابرة على العمل رغم كل التحديات والعوامل الجوية من تيارات بحرية ومن قوة رياح متغيرة ومن اتجاه رياح متغير ومن الضغوط التي يمارسها الشركات الملاحية وأصحاب السفن المنتظرة على جانبي القناة شمالا وجنوبا انتظارا للعبور، ومن نظرة العالم كله إلى رجال مصر والقيادة المصرية في التعامل مع مثل هذه الأزمة. فطبعا كل الشكر والتقدير للقائمين على هذا العمل، تم العمل بمنتهى الكفاءة والنجاح. طبعا كنا بنسمع على مدى الستة أيام الماضية يعني كثير من الحلول للأسف الغير فنية والغير علمية، ولكن يعني يمكن ده نتيجة أن صناعة النقل البحري صناعة متحفظة بطبيعة الحال، ليس من الكثير المتخصص فيها، ولها الكثير من التفاصيل والتعقيدات التي لا يعلمها الكثير من الناس وخصوصا الغير مهتمين بهذه الصناعة. طيب حضرتك يا دكتور قلت انه يعني لتعويم سفينة هناك قواعد متبعة معروفة عالميا، هل هذه القواعد تغيرت في هذه الحالة؟ يعني هل هيتم إضافة قواعد جديدة، رؤية جديدة عندما تجنح سفينة ما العمل؟ سيدي الفاضل، دعنا نتفق أنه ليس هناك حادثة مثل أخرى. كل حادثة لها معطياتها ولها أسبابها ولها كيفية التعامل معها، ولكن هناك قواعد عامة. نحن نتفق على القواعد العامة التي يعرفها المتخصصين، ولكن لكل حادثة ولكل موقف تحدياته، والتحديات كانت تكمن كما ذكرت لحضرتك في حجم السفينة وطبيعة الممر الملاحي لقناة السويس. هيئة قناة السويس وفريق العمل سخر كل الإمكانيات المتاحة حتى تتم عملية التعويم بأيادي مصرية 100%، ولابد أن نضع يعني 1000 خط تحت هذا العنوان، لأنه في كثير من الحالات الأخرى وفي كثير من دول العالم تتحول مثل هذه الحادثة إلى مطمع من الكثير من شركات البحث والإنقاذ، وتتحول إلى عملية تجارية أكثر منها عملية إنقاذ. ولكن ليست هذه الفلسفة التي تعمل بها الإدارة المصرية. نحن يعني نعمل في قناة السويس ونحتضن قناة السويس في الأراضي المصرية لخدمة التجارة الدولية، وده هدف استراتيجي وهو الهدف الأسمى لكل من يعمل في هيئة قناة السويس. ويمكن أنا بتكلم، أنا ليس من حقي أن أتكلم أو أتحدث باسم الهيئة، ولكن أنا أتحدث بصفتي مواطن مصري بيحب بلده وكان متخصص في مجال النقل البحري. أعتقد كمان يا دكتور محيي يعني إذا يعني
انتقلنا قليلا من النقاط العلمية والأسلوب الذي اتبع، هنتكلم عن تأثير هذا يعني على حركة التجارة العالمية. لما العالم كله يتابع أولا بأول لحظة بلحظة ما يحدث من يعني مراحل لعملية تعويم السفينة، ده بيبعث برسائل هامة جدا بأهمية مصر، بأهمية قناة السويس. بالتأكيد يعني رب ضارة نافعة زي ما بيقولوا. يعني اعتقد ان هو بما لا يدع مجالا للشك ان العالم كله سواء كان المهتم بصناعه النقل البحري وحركه التجاره الدوليه او غير المهتم، اصبح الان يعي تماما اهميه قناه السويس كمجرى ملاحي يربط تجاره الشرق بالغرب. يعني خليني اقول لحضرتك ان ما كنا نسمعه من ايجاد حلول بديله لعمليه التعويم، من تخفيف للحموله، وده كان سيناريو مطروح وكان قائم الى ساعات قليله ماضيه، ولكن كان سوف يستغرق الكثير من الوقت والكثير من الجهد لكي يتم تنفيذ ذلك السيناريو. ما كان يقال على الاستعانه بشركات اجنبيه، وما كان يقال على استحاله التعويم في وقت قياسي. يعني دعنا نتساءل ماذا كان ممكن ان يحدث لو حدث اي نوع من العطب او التلف ببدن السفينه اثناء عمليه السحب او اثناء عمليه التعويم. ماذا كان يحدث؟ ماذا كان يمكن ان يحدث لو حدث اي نوع من التلف لضفاف القناه تعوق حركه الملاحه على مدى الايام القادمه؟ هل سوف ينتظر العالم غلق قناه السويس الى فتره اكبر من ذلك؟ قد تمتد الى شهور. اعتقد ان هذه سوف كانت سوف تكون كارثه بكل المقاييس. ولكن يعني اتباع المنهجيه العلميه السليمه والصبر والثقه والايمان بالله وتحقيق الهدف الاسمى، وان احنا بنسعى دائما الى خدمه التجاره الدوليه وخدمه النقل البحري، ومصر دائما تعطي وتثبت دائما انها على قدر المسؤوليه. بفضل الله سبحانه وتعالى تم التعويم وتم سحب السفينه بدون ادنى اي مشاكل للسفينه، سواء كانت فنيه او خاصه بالبدن او الالات، وليس هناك ما يعوق ايضا حركه الملاحه بقناه السويس. هل كنت تعتقد يا دكتور محي انه يعني هذه العمليه سوف تنتهي في 6 أيام فقط؟ والله طبعا انا كنت اتمنى انها تتم يعني في توقيت اقصر من كده للتداعيات الاقتصاديه التي حدثت، ولكن عايزني اقول لحضرتك يعني لا ما بنتكلمش عن التبعات الاقتصاديه، بنتكلم على يعني الشكل العلمي او الاسلوب العلمي الذي اتبع. الفني. الشكل الفني انا عايز اقول لحضرتك ان التحقيقات في الحادثه والتقارير التي سوف تنشر يعني في الايام القادمه سوف تثبت ان ما حدث هو يدرس في عمليه التعامل مع الازمات البحريه والحوادث البحريه، وان هذا الوقت وقت قياسي لا يمكن كانت ان يتم فيه العمليه عمليه تعويم السفينه وسحبها في فتره زمنيه اقل مما حدث. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة دكتور محي الدين السايح، عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. شكرا لك. وتتولى ردود الأفعال. أشاد حزب حماة الوطن بنجاح مصر في تعويم السفينة البنمية بقناة السويس، موجها الشكر للرئيس والدولة المصرية وقياداتها والقوات المسلحة والعاملين بقناة السويس على الجهد الذي تم بذله ليل نهار لتعويم السفينة.
وقال الحزب إن المصريين تابعوا بكل فخر واعتزاز محاولات وجهود الخبراء المصريين لتعويم السفينة وإعادة فتح الملاحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. هذا يؤكد أننا قادرون على تحمل المسؤولية حتى في أصعب الظروف، وأن الشعب المصري الذي عبر الساتر الترابي وخط بارليف لا يستعصي عليه تحريك جنوح السفينة. وتابع الحزب أنه رغم كل الأحداث والوقائع شبه الممنهجة التي مر بها الوطن خلال الفترة الراهنة والتي استغلتها قوى الشر لتقليص حجم الجهود المبذولة ومحاولة تشويه صورة الدولة ومؤسساتها الوطنية، إلا أن المصريين دائما قادرون على تفويت الفرصة على كل حاسد وحاقد يحاول أن يستغل تلك الظروف والأزمات، فإن الوطن يمضي إلى الأمام ومعدن الشعب المصري يعرف في الشدائد، مؤكدا أن ما حدث بأياد مصرية هو أبلغ رد على الحملات التي تتعمد الإساءة إلى الدولة المصرية. وأثبتت هذه المحنة أن الدولة قادرة على حماية الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية في قناة السويس.
إذن مشاهدينا ما زلنا نشاهد هذه اللقطات والصور الحية للبحيرات المرة في الإسماعيلية. هذا هو الموقع والذي من المتوقع أن تصل إليه السفينة ايفر جيفن بعد نجاح عملية تعويمها وعودة الملاحة إلى نشاطها الطبيعي. سوف تعود في حوالي 8 مساء من الاتجاهين كما ذكر لنا الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في مداخلة مع اكسترا نيوز. هذه السفينة تتحرك الآن بسرعة 1.5 عقدة وبتوجيه من قاطرات هيئة قناة السويس. ومنذ قليل أيضا شاهدنا فيديو لعمال الكراكات والقاطرات، فرحة عارمة ظهرت على وجوههم بعد هذا النجاح الباهر لعملية تعويم السفينة الجانحة، ومشاهدة العالم كله لنجاح هذه العملية، حيث سادت هذه الحالة من الفرحة العارمة بعد نجاح هذه العملية من كافة يعني أنحاء العالم الذي كان يترقب لحظة بلحظة انتهاء هذه العملية وعودة الملاحة مرة أخرى إلى قناة السويس. 12% من حجم التجارة العالمية يمر من خلال هذه القناة، قافلة الشمال وقافلة الجنوب. 19 ألف سفينة بيمروا تقريبا من قناة السويس. هذا المجرى الملاحي الأهم في العالم والأكثر أمنا والأقل مسافة والأقل تكلفة، يفضل كل من يريد أن يتحرك في التجارة العالمية على أي طرق أخرى، نظرا لكل العوامل الجاذبة التي تتمتع بها قناة السويس من خدمات لوجستية وتسهيلات تقدم لجميع السفن التي تنقل الحاويات من الشمال إلى الجنوب وبالعكس أيضا. إذن مشاهدينا هذه هي صور للبحيرات المرة في انتظار طبعا وصول السفينة ايفر جيفن إليها والكشف على السفينة ويعني ملاحظة كل تفصيلة فيها لكي تستأنف مسيرتها إلى وجهتها الأخيرة. في هذا النبأ العاجل اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة أعمال التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء وتطوير قرى الريف المصري. وقد وجه الرئيس بالإسراع في تنفيذ مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية لسيناء، وذلك في ضوء ما يمثله
قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية، خاصة فيما يتعلق بمشروعات قطاع الإنتاج الزراعي، وعلى نحو يساهم في تحقيق الهدف المنشود من تكوين مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الأركان في سيناء. كما اطلع الرئيس على الإجراءات التنفيذية للتجهيزات الكهربائية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة في عدد من المراكز بمحافظات الجمهورية، حيث وجه الرئيس بمنح الأولوية للمعدات الكهربائية ذات المكون المحلي بنسبة كبيرة في صناعتها، مع الاعتماد على أحدث التجهيزات والمهمات بما في ذلك عدادات الكهرباء الذكية. وقد استعرض دكتور محمد شاكر خطوات تطوير التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية في سيناء، بما فيها موقف روافع الخط الناقل لمياه مصرف بحر البقر، فضلا عن عرض تطورات التجهيزات الكهربائية المختلفة للمشروع القومي لتطوير الريف المصري، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لإنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي إلى الأحياء المختلفة بالعاصمة، خاصة الحي الحكومي والمناطق السكنية. ونعيد على حضراتكم هذا النبأ العاجل. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وصرح سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة أعمال التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء وتطوير قرى الريف المصري. وقد وجه الرئيس بالإسراع في تنفيذ مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية لسيناء، وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية، خاصة فيما يتعلق بمشروعات قطاع الإنتاج الزراعي، وعلى نحو يساهم في تحقيق الهدف المنشود من تكوين مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الأركان في سيناء. كما اطلع الرئيس على الإجراءات التنفيذية للتجهيزات الكهربائية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة في عدد من المراكز بمحافظات الجمهورية، حيث وجه الرئيس بمنح الأولوية للمعدات الكهربائية ذات المكون المحلي بنسبة كبيرة في صناعتها، مع الاعتماد على أحدث التجهيزات والمهمات بما في ذلك عدادات الكهرباء الذكية. وقد استعرض دكتور محمد شاكر خطوات تطوير التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية في سيناء، بما فيها موقف روافع الخط الناقل لمياه صرف بحر البقر، فضلا عن عرض تطورات التجهيزات الكهربائية المختلفة للمشروع القومي لتطوير الريف المصري، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لإنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي إلى الأحياء المختلفة بالعاصمة، خاصة الحي الحكومي والمناطق السكنية.
وعودة مرة أخرى إلى مشاهدينا الكرام وهذه اللقطات والصور الحية إلى البحيرات المرة في الإسماعيلية، حيث ننتظر وصول سفينة الحاويات البنمية أبرجيفن بعد النجاح الباهر لعملية تعويم السفينة وعودة الملاحة إلى نشاطها الطبيعي في حوالي 8 مساء هذا اليوم. عودة حركة السفن مرة أخرى في الاتجاهين واستئناف حركة التجارة العالمية. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا لواء بحري أحمد محمد الصادق حبيب، مدير الكلية البحرية الأسبق. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا بك يا فندم وبالسادة المشاهدين. طبعا حضرتك زي كل مصري ويمكن معظم من في العالم كانوا يتابعون لحظة بلحظة نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة أبرجيفن هذا القدر من الاحترافية. كيف نظرت إلى هذا الموضوع؟ يا فندم في البداية إذا سمحت لي أوجه تحية شكر وتقدير وعرفان لكل العاملين على هذا الإنجاح هذا العمل. أيوة. وتحية للمصريين الشرفاء الذين شاركوا حتى وجدانيا بالنجاح، وأنا على ثقة أن الغالبية العظمى النهاردة سعداء بهذا العمل وهذا الإنجاز الذي تم بسواعد مصرية وبالإصرار أنه يتم بسواعد وبأيادي مصرية. فتحية لكل مصري ساهم وشارك في هذا العمل العظيم. طيب اتفضل. اتفضل يا فندم، اتفضل مع حضرتك. لا، كنت عايز ملاحظات حضرتك وانت مدير الكليه البحريه الاسبق على النقاط التي تمت مراعاتها عند تعويم هذه السفينه الجانحه. شوف يا فندم، اللي بتشوفوه ده، المنظر اللي بتشوفوه ده النهايه، واللي اتشاف في التلفزيون قبل كده دي مناظر خارجيه كلها من بعيد عن العمل، من بعيد اللي بيتم، ولكن العمل عمل جبار اللي تم في هذا الموضوع. وانا مش مغالي او مش مبالغ في هذا الكلام. لو اردنا نتكلم عن ماذا قام به المهندسين والفنيين والعاملين في قناه السويس من حسابات وتقديرات مستقبليه، لو حصل فشل في المرحله اللي بينفذ يبقى بنقل على المرحله اللي بعديها، اذا فشلنا في اللي بعديها بنقل على المرحله الثالثه. فدي كلها حضرتك حسابات وتقديرات عايزه وقت وعايزه ناس ما تنامش عشان تقعد تفكر ازاي حرك هذا الجبل. وانا برضو مش مبالغ في كلمه جبل لما بنقول النهارده 224 الف طن وطول 400 متر يعادل مساحه 4 ملاعب كوره ده. وبعدين العالم كله بيقول لك من احدث السفن واكبر السفن في العالم. طب انا النهارده الجبل ده لازم اشوف له حل بحيث ان النهارده التجاره تستمر، التجاره العالميه تستمر والعبور يستمر في قناه السويس. ده الهدف الرئيسي اللي احنا كنا عايزين نوصل له، وده والحمد لله ان ربنا وفقنا اليوم ان نحقق هذا الانجاز. العمل طبعا البدايه زي ما كلنا شفناها وكان في شفافيه في هذا الموضوع، وبحيي انا رئيس سيد قناه السويس انه عمل مؤتمر الصحفي عشان يعلن للناس ماذا بيتم وايه المنظر شكله وايه والصوره شكلها ايه وهنوصل لايه. الموضوع طبعا زي ما حضرتك وكلنا سمعنا ان البدايه كانت السفينه دي داخله عادي، وهي دي تاني مره بتخش قناه السويس. تعرضت لسوء احوال جويه سيئه، سرعه ريح عاليه جدا، باد فيزابيليتي الرؤيه سيئه لان كان الريح جنوب غربي جاي من الصحراء فعامل رؤيه ضعيفه. ودخلت السفينه بهذه الظروف، ولكن حصل ان هي انحرفت عن الاكس او عن المحور بتاع المرسوم لها في خط قناه السويس نتيجه الريح عبه فيها، فابتدت تنحرف لجهه اليمين، جهه الشرق، جهه سيناء. وفي النهايه الابطال الاوامر والماكينات كانت متغيره بحيث ان وصلنا في النهايه ان هي دخلت شحطت غرزت باللغه العاميه، غرزت في رمله. الرمله دي هي العمق تحت الميه اللي احنا تحت الميه مش شايفين طبعا تحت الميه في قد ايه، في 15 متر لها غاطس السفينه دي، 15 متر تحت الميه، وهي ماشيه على 23 متر عمق اللي هي في الاكس بتاع قناه السويس او محور قناه السويس.
فدخلت في الرمله وابتدت بالطاقه، طاقه الحركه بتاعتها ضخمه جدا، لان الطاقه دي عباره عن الكتله بتاعتها اللي هي 224,000 طن، بنضربها في السرعه اللي كانت ماشيه بيها. فلنفترض السرعه 8، نضربها في 8 في 8 ب 64 تضربهم في الرقم ده يطلع طاقه حركه عظيمه جدا كبيره جدا. فدخلت بالسرعه ديت ودخلت في الرمله، ادى ذلك الى ان هي شحطت من المقدم ومن المؤخر نتيجه الانحراف. ايوه. العرض ده كان في حدود 200 وشويه متر، طول السفينه 400، فسدت المنطقه دي كلها. من سوء الحظ ان الموضوع ده لو كان تم في الحته اللي هي التفريعه الجديده او القناه الجديده، ما كانش حد حس بهذا الكلام. ليه؟ لان القناه هتفضل شغاله. ودي ميزه برضه اللي احب انوه عليه الفريق مهاب مميش، لما المشروع الجديد اللي هو التفريعه والقناه الجديده كان لها دور كبير برضه، ان النهارده محتاجين لها في المستقبل، محتاجين لهذا الكلام في المستقبل، ان يتعمل مزيد من القنوات، بحيث ان يبقى فيه المجرى الملاحي له 2 شانل. ده في المستقبل بقى طبقا للامكانيات الموجوده. لكن انا بكلم سعادتك دلوقتي عن الوضع اللي احنا كنا فيه، اللي هي شحطت في منطقه حرجه ما سمحتش بعبور المراكب، سواء قافله الشمال او سواء قافله الجنوب توقفت. أيوة. ترتب على ذلك النهارده في 400 سفينه، جزء منهم في الويتنج اريا في منطقه الانتظار في بورسعيد، وجزء منتظر في الخليج، في خليج السويس، وجزء في البحيرات. مطلوب النهارده ان الحاجات سيادة اللواء، هل انت معنا؟ الاتجاه بتاعها المطلوب. فالنهارده دي نقطة تانية ننتقل لها. يبقى النهارده انا هنتكلم على المرشدين الافاضل، الزملاء الافاضل. هيبتدي النهارده المرحلة بقى الجديدة، ان هم ما فيش هينوم لحد ما يخلص هذا الموضوع. يعني هيواصلوا الليل بالنهار 24 ساعة، القناة هتبقى شغالة ليل نهار لحد ما ننتهي من عبور هذه السبل. ونقول للعالم ان احنا قادرين بسواعد وبفضل المصريين ان احنا حققنا هذا الانجاز العظيم. فالنهارده في خبراء جم برضه عشان نشوف يمكن لهم اراء في هذا الموضوع، فكانت الاراء متطابقه لما عرضوا المصريين على الخبراء، اراء متطابقه. هي دي الاساليب الصحيحه مشينا فيها، بداناها على 3 مراحل، حققنا منهم مرحلتين. كان فاضل المرحله بتاعت ان انا افضي حموله واخف وزن حموله المركب، ودي اصعب واعقد مرحله، ولكن كنا جاهزين ان نلجا اليها لو فشلنا في المرحلتين الاولى والثانيه. أيوة. وانا امبارح بدعو ربنا، قلت يا رب ما نخش المرحله الثالثه. والحمد لله يعني تمكنا النهارده بسواعد المصريين والعاملين في هيئه قناه السويس ان احنا ننجح في هذا الكلام. فالمركب النهارده اتسحبت ان شاء الله. كنا منتظرين برضو المد، وطبعا القطارات بقوه عاليه اللي كانت موجوده شدت المركب. وفي المد العالي ده بيوصل علوه 2.1 متر تقريبا، اقصى علو للمد. فقدرنا نسحبها في الفجر اليوم، وكانت سعاده غامره للعاملين في هيئه قناه السويس والمصريين. والمحمول والتليفونات ابتدت تشتغل للتهاني من اعتبارا من الفجر. بنهني بعضينا بالله. العالم كله يا سياده اللواء يعني تنفس الصعداء. زي ما سعادتك بتتفضل، العالم كله باصص للكيلو 151، الكل باصص ل 151 كيلو ترقيم الخلال ده. العالم كله منتظر هذا الفرج. وبكل اسف يا فندم، بكل اسف، وبقول للمصريين، انا ببص النهارده على التلفزيون الاقي في مازال قنوات بتشكك فيه، وتقول لك السفينه رجعت لوضعها الثاني بتاع الشحن بعد ما سحبناها وكلنا شايفينها. الاقي يبقى نازل يقول لك رجعت للوضع الثاني. وبالاسف المولات برضه يعني مش عايز اتكلم بقى واذكر اسامي وكلام زي كده، لكن قنوات عالميه وصحف عالميه ذكرت هذا الكلام اللي بقوله لسيادتك. ده يوريك التشكيك ومدى الهجوم اللي احنا متعرضين لنا يعني حوالينا من جميع الاتجاهات. ده انا شايف الحركه قدامي وشايف التهاني وكل حاجه،
يقول لك السفينه رجعت لوضعها الثاني الاصلي. فدي كلها حاجات يا فندم الواحد اهو يعني شهود العيان المصريين شهود عيان على ما بيذكر في القنوات المشككه والقنوات المضاده. فبنحمد الله وبنشكر فضله يا فندم على ان احنا وصلنا لهذا وبانجازات المصريين. هو ده الاصرار، يعني في اصرار ان احنا نؤدي هذا العمل لان احنا قادرين على هذا العمل ان احنا نؤديه. احنا قدرنا عليه بالفعل يا سياده اللواء واديناه على اكمل وجه. ده فعلا يا فندم، بقول لسيادتك ده وراه منظومه بتشتغل ليل نهار لتحقيق هذا الانجاز. مش عايز اقول لحضرتك حسابات، عملنا حسابنا للمركب دي ما فيش حاجه تقرب لها، لان لو اتفتحت المركب دي هنخش في قصه ثانيه. وبعدين لو تشوف القطر اللي بيشتغل، الكراكه اللي بتشتغل عشان تسحب الرمله، الكميه اللي اتسحبت فوق ال 30,000 متر مكعب رمله، لو تشوف القطر ده لو قرب للمركب دي هيبهدلها، هيفتح المركب. فالنهارده انا يعني كان في حرص جامد من العاملين ونجحوا في هذا الكلام ان هم يسحبوا كميه الرمله دي وتتربي بحيث ان احنا نخلي المركب فلوتنج عايمه على سطح الميه. فانجاز كل ده كلها انجازات، وبتحسب حضرتك الاتزان وبتخفف الوقود وبتخفف الصبوره بتاعت المركب اللي هو الميه اللي موجوده عشان تعمل اتزان، دي كلها اتسحبت 9000 طن. فكل دي عايزه ناس صاحيه للكلام دوت وناس متفهمه ايه الموضوع وايه الخلفيه بتاعته وايه ابعاده. فموضوع قصه كبيره يعني. صحيح. انت حضرتك اللي بتشوفهم قصة بره كبيرة مركب ماشيه وحالة فريدة يا سيادة اللواء بالتأكيد. بعد كده يعني لما يجي حد يدرس كيف يمكن تعويم سفينة جنحت هنلاقي انه الحالة دي هي المثال اللي موجود وهيتم دراسته. انا بشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا هاتفيا لواء بحري احمد محمد الصادق حبيب مدير الكلية البحرية الاسبق. شكرا لك. ومعنا الآن الأستاذ وائل قدورة عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس السابق. أهلا بحضرتك أستاذ وائل. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. تابعت معنا طبعا ومع العالم كله لحظة بلحظة عملية النجاح الباهرة التي قام بها رجال هيئة قناة السويس البواسل في إعادة تعويم السفينة الجائحة مرة أخرى. ما الذي رأيته وملاحظاتك عليه؟ أنا شايف طبعا مجهود عظيم بذل وربنا كلله بالنجاح. ومن أول لحظة اللي هي حطت سيناريوهات لتعويم هذه السفينة، وكانوا شغالين على السيناريو الأولاني اللي هو إزالة الرمل والإطماء من حوالين بدن السفينة، ثم سحبها وتعويمها بواسطة القطرات في المد العالي. وده اللي تم الحمد لله بنجاح يعني، وكل الناس تشهد بكفاءة قناة السويس وإمكانياتها الفنية والخبرات المتوفرة في قناة السويس. الحقيقة أنه هذه الخبرات المتوفرة والمتراكمة هي اللي أدت أنه هذه العملية تنتهي في خلال 6 أيام فقط. العالم كله ما كانش يتوقع أقل من 2-3 يا أستاذ وائل. تمام. لو كنا دخلنا بقى في السيناريو وتخفيف الحمولة ده كان هياخد مدة طويلة شوية. طيب الحمد لله يعني. رسالتك اللي انت عايز توجهها ل يعني رجال هيئة قناة السويس اللي حضرتك كنت عضو مجلس إدارة فيها، اتفضل. أنا بوجه لهم كل الشكر، وهم ساعة الجد